ازيكم يا حبايب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا ما افتح لكم شغل بنبو 230 جملة طبعا بالحبة كيلو. تعالوا نضرب غطس مع بعض ونشوف الدنيا عاملة ازاي. طبعا انا في عز الشتاء، احنا النهاردة 24/1. ربنا ان شاء الله يحسن سوقهم ويرزقنا ويرزقكم يا رب بالخير. ده يا جماعة التلات حبايات كيلو ب230 جملة. تمام. طبعا الاسعار بتتغير معايا يوم عن يوم، مره ب 230، مره 240، مره 235، مره 225، على حسب يا اولاد. بس تتاكدوا انني ببيعه يعني اقل من حقه. والجماعه يا اخواتنا اللي بياخدوا مني انا جمله لما بيلاقوني بنزل حاجه بسعر قليل شويه ما يكلمونيش يقول لك انت اعطينا بسعر وبتبيع ده بسعر ليه. اولا انا بشتري كل يوم شغل مرتين في اليوم، والاسعار بتتغير لان ده حلقه. زي ما قلت لكم دي حلقه، يعني ايه حلقه؟ يعني مزاد، يعني اللي يزود مين يزود يا اولاد. فاستحاله الشغل يطلع معايا بنفس السعر كل يوم. الحاجه التانيه، انا بيبقى معايا 2 3 كيلو، بيبقى في حد مسكين، حد على الله حكايته، حد غلبان. ايه يعني لما ياخدهم اقل من ان انت اخداه او اخده ب 20 جنيه ولا ب 10 جنيه؟ حاجه يا اخي لعيالي، بعمل لربنا يا عم، فما ده ما يزعلكش. الحاجه التالته، محدش يحاسبنا على شغل اولاد. يعني عيب انا اعمل اللي انا عايزه. ما هو انت دلوقتي بتاخد مني الشغل، ما قصديش في الكلمه، ربنا يرزقك يعني او يرزقك. اخدها مني مثلا ب 200 جنيه، بتبيع ب 350، باجي اتصل بيك اقول لك ليه كده؟ المره اللي بعد منها تيجي تاخدي بزود عليكي؟ استحاله. انت حره وانا برضه حر. انا بكلم اخواتي اللي فاهمين طبعا، الذكيين اللي ما بيزعلوش. بس انتوا اللي مزعليننا والله العظيم. طبعا ما حدش يستغرب يا جماعه ان الشغل سيح قوي او الشغل مثبت زياده عن اللزوم، لان ده شغلنا وتعبنا وبنتعب في الحاجه وبنديها اللي هي عايزاه واكتر من ما هي عايزاه عشان طلع لنا الناتج اللي انتوا شايفينه ده. الجماعه واخواتي اللي الشغل بينشف منهم او بيعيب منهم يا اولاد، بالله عليكم روحوا على القناه سيبوا تعليقكم، وانا ان شاء الله هرد عليكم. انت عايزه تسخرين عندك وعايزاني اقول لك على المشكله واوصف لك، مفيش اي مشاكل يا اختي، انت على دماغي. ابعت لي 200 جنيه على الواتس تليفون كاش وانا تحت امرك. طيب ليه يا عم احمد انت بتعمل كده؟ انت بقيت وحش واتغنيت. اتغنيت. أنا الحمد لله النهارده الموتوسيكل بتاعي جبت له فرده دوبلس جديده وشحنت البطاريه، بقيت من الاثرياء. فمعلش، از بيزنس از بيزنس. انا راجل ما عندش بعرف اروح واجي وبقيت دي شغلتي واكل عيشي وقاعد عليها. فده مصدر رزقي زي ما مصدر رزقكم. القنوات يا جماعه بيجوا لها الوفات مؤلفه كل شهر، انا بدفع الوفات مؤلفه كل شهر عشان انتوا ترزقوا. فلما انت ترزقي من ناحيتي مش عيب ان ارزق من ناحيتك. فيا ست الناس، انت عايزه سؤال مخصوص ابعت لي في 200 جنيه وانا ارد عليك على السؤال المخصوص. ما انتش عايزه يبقى تروح على القناه وربنا يرزقك ويرزقني، وانا برضه هرد عليك على القناه والله العظيم بيني وبينك ربنا يا بنت الحلال. ارجو ان محدش يزعل من كلامي. انا متاح عندي ان شاء الله، هيطلع عندي سمك بكره ان شاء الله معدي الكيلوات، بس ده محجوز. ده ما بحبش اصوره علشان بيتنظر. فانا بجيب جميع المقاسات، بجيب عيال صغيره اهو. يعني لو انت عايز سمك كيلو ونص وكلام من ده فيه بجيب، بس كل شيء بسعره وبثمنه. تمام. الدنيا الغاليه مش هي اللي مغليها. لما ابيع ب 230 ولا 240 بيتباع بره ب 350. فانا حاجتي ببيعها جوده عاليه جدا جدا، ما يمليش عيني سمك حد، ولكن سعر حنين عشان انتوا ترزقهم. يعني انا لو قلت لك باخد في كيلو 4 جنيه هتصدقيني؟ لو حلفت لك على الميه بقى التمر هندي مش هتصدقيني. بس انا باخد 4 جنيه و3 جنيه وساعات بدفع من جيبي. والناس اللي معايا المفروض تتكلم. الناس اللي بياخدوا مني كتير دول المفروض يتكلموا يقولوا ده بيحصل، لكن بيخافوا. لا انتوا تشوفوهم تقولوا ده ايه؟ ده هم اللي بيشتروا مني وهم منزلين على صفحهم وعلى قنواتهم ان هم اللي بيعملوه. في عندنا اخت كريمه ربنا يصلح حالها ويهديها، سرقه مني كلام، لها فيديو عند محترم ان شاء الله، ولو ما رجعتش عليها بتعمله ربنا بقى يصلح حالنا وحالها وتسامحني. فلانها بتضر الناس، بتشتغل على عدم درايه، ما هيش عارفه هي بتعمل ايه، ما هيش داريه اللي بتقوله، واللي بيمشي وراها بيقع في الخط في الغلط. ويجي يدور يقول لك ده الاساس احمد ابو رجب. ما هو احمد ابو رجب الاساس، رايحين لها ليه؟ هي تغلط وتبوظ لكم الحاجه وتلخبط في الاشياء وفي في الايام، ويقول انا يقول الحقني لا. فتراجع على اللي انت فيه عشان ما تزعليش مني. الحاجه التانيه يا ست الناس او يا حبايب، ده الشغل اللي عايز منه هيكلمني وبجيب بالطلب، بصور لك فيديو وهو نايم، وبصور لك وهو بيترد، وبصور لك وهو بيتعبى بالميزان بتاعك. فلوس بتيجي في تليفون كاش
مفيش اسهل من كده. القلقان يخش على القناه، عندي 17000 بني ادم يسالوهم مين احمد ابو رجب وبيتعامل ازاي. انا اقل واحد في العالم واقل منكم وانتوا احسن مني. يا رب ان شاء الله اللي يخرج من تحت ايدي يكون مصدر رزق لكم ناجح وتستفيدوا منه، ومش عايز منكم غير دعوه. واشوفكم على خير، وسامحوني إذا كنت كلامي يعني يكون مثلا وقف شويه ولا حاجه، فاني تعبان والله، السكر مبهدلني. ودعواتكم، والسلام عليكم ورحمه الله.